العراسات كيتعتبروا شي حاجه اللي محبوبه عند اغلبيه ديال الناس، خصوصا اللي كان العرس ديالك وكتمجموعه فيه العائله، الصحاب، الحباب، يعني كتكون واحد الفرحه اللي زوينه، وهذاك النهار كيبقى لك واحد الذكرى اللي ما كتنساش. ولكن تخيل معايا الا كانوا هذوك الناس اللي في العرس ماشي ناس طبيعيين، يعني ماشي بشر بحالنا بحالهم، يعني كانوا جين. فهاد الشيء اللي وقع للشيخه نوره اللي كان جاتها دعوه من عند واحد السيد على حساب العرس ديال بنته، وملي كملات العرس كتصدم بان هذاك العرس ما كانش ديال الناس عاديين، وانما كان عرس ديال الجين. وهذا الشيء اللي غادي يخليها من بعد تعتزل الغناء وتعتزل شي حاجه سميتها العراسات. القصه اللي غادي نعاود لكم اليوم ماشي قصه مغربيه، قصه وقعت في الكويت في سنه 1997. في هذا الوقت كانت واحد السيده معروفه بالدقاقه نوره، يعني بحال قلتي واحد الشيخه اللي كتخدم في العراسات. هذه الدقاقه نوره كانت مشهوره، كانت عندها شعبيه كبيره، يعني تخيلوا معايا ما كاينش شي عرس اللي ما غاديش تحضر فيه، لحقاش هذيك الوقيته كانت تقريبا هي ما كاينش منافسين اللي غادي ينافسوها في المجال. فواحد النهار كان الجمعه كانت يلا دخلت من واحد العرس نيت، يلا هبط تحت راسها تكا شويه تستراح، كي جا واحد الاتصال من عند واحد السيد واللي كيقول لها بانه بغاها دير واحد العرس على حساب بنته، وهذا العرس هذا غادي يكون خارج المدينه شي شويه، حنت العائله عزيزه عليها شي حاجه سميتها الخصوصيه. من طبيعه الحال اتفقوا على الثمن، وتخيلوا معايا الثمن اللي تعرض عليها ما عمرها حلمات به. هي مولفه ملي كتمشي لشي عرس كتناقش مع مالي العرس على حساب الثمن، كيتواو معاها، يعني كاين واحد النيغوسياسيون بينات. اما هذا الكليان هذا ما تواش معاها وعطاها واحد المبلغ اللي كثر من داكشي اللي كتشدو هي. صافي عطاهم الادريسه ديال البلاصه اللي بيكون فيها العرس والوقيته. نورة تا علمت الفرقه ديالها، جمعوا الماتريال ديالهم وشدوا الطريق. صافي هي هذيك شدوا الطريق مشاو حتى تلاقاو مع السيد اللي عيط لهم. هذاك السيد هو اللي غادي يوريهم الدار فين كاينه. مشاو معاه بقاو غاديين حتى وصلوا للفيلا او القصر اللي بيدار فيه الحفل. وما نعاودش لكم على الطوموبيلات اللي كانوا واقفين قدام الفيلا وهذيك الفيلا براسها كيفاش دايره والناس يعني نورا ما عمرها شافت بحال داك المنظر. دخلوا لداخل، حطوا الماتيريال ديالهم، استعدوا، انستراو في بلايصهم بما يبدا العرس. بداو التفكير يدخلوا بشوي بشوي. واحد الحاجه اللي لاحظوا ليها اللي ردوا ليها البال هو ان الطبالي كان محطوط فيهم فقط اللحم بوحدو، ما كاين لا حلاوي، ما كاين لا عواصر، ما كاين لا مناضله والو، اللحم بوحدو. طبيعه الحال هذا الشيء هذا دار لهم واحد شويه ديال الوسواس، يعني تنكروا، حسوا بشي حاجه ماشي طبيعيه. كي قلت لكم بقاو خدامين، يعني داروا الخدمه اللي اصلا جايينهم على قبلها. الطرح بدا كيسخن، الناس بدات كتجمع. تخيلوا معايا العدد ديال الضيوف كيتزاد بواحد الطريقه مرعبه، يعني واحد اللحظه الصاله عمرت بالناس لدرجه انك الا بغيتي تخرج في حالات ما كاينش منين دوز الزحام. واحد اللحظه ثاني دقاقه نور عيات، الطاقم ديالها تا واعيه، قعدوا بيستراحوا شويه. دقاقه نور طلعت لواحد البلاصه كاينه الفوق، تماك كانت المفاجاه، وهي ان طبقه اللي كاينه الفوق دير بحال شي خربه. يعني تخيلوا معايا لتحت مقارنه مع الفوق ما كاينش مقارنه كاع. ومع ذلك عاود ثاني طمرات، دارت بحال ما كاين والو، مشات استراحت في واحد الشومبر كاينه الفوق. منين نزلات قالت لها واحد السيده خدامه معاها في الطاقم، قالت لها باللي فاش جاو تيسلموا عليا الناس رديت البال بان الوجه ديالهم ماشي وجه طبيعي، يعني وجههم بحال حرش شويه وسخون. صافي هادشي ثاني خلى الخلعه ثاني تزاد اكثر من القياس. عرفوا شي حاجه ماشي حتى تماك مع دوك الناس ومع داك العرس كامل. بداو الخدمه ثاني من بعد ما كملوا الاستراحه ديالهم، بقاو خدامين الناس كتشطح بواحد الطريقه غريبه، تنقازوا والغد تفيعوا. المهم واحد الجو تيخلع الصراحه. واحد اللحظه وحده من هذوك الضيوف غتحيد ليها الكسوه، غادي تطلع شويه على رجليها، وغادي يبانوا رجلين ماشي جاو البشر، على حسب ما قالوا رجلين تاع الحيوانات، شي تيقول رجلين تاع المعزه، شي تيقول، المهم كل واحد اش تيقول. المهم الملخص تاع الهضره هو ان هذوك الناس ما كانوش ناس عاديين، وانما كانوا ناس من الجن. صافي هنا الدقاقه نورا والطاقم ديالها تاكدوا بان فعلا هذوك الناس ماشي بشر، ولكن ما عندهم ما يديروا الا حسوهم بانهم راهم مخلوعين او لا بغاو يحبسوا الخدمه ديالهم وبيخرجوا يقدروا يأذيوهم. يعني الدقاقه نورا هنا اشنو دارت؟ مشات تبتات الفرقه ديالها، قالت لهم شوفوا ما عندنا ما نديروا، غادي نبقاو خدامين تيضوي الصبح، راه ان شاء الله غادي تحل هذا المشكل. صافي داكشي اللي داروا، بقاو خدامين وصابرين واخا هما مخلوعين، بقاو خدامين كأن حتى شي حاجه ما واقعه. كي قلت لكم الضيوف كيشطحوا بواحد الطريقه غريبه، طريقه كتخلع الاجواء. يعني نتوما تخيلوا معايا الجو كيفاش داير في هذيك الصاله، الناس، الاكتظاظ، ما نعاودش لكم. واحد اللحظه كيدوي الصبح، كيطفى الضوء، يعني كأن شيئا لم يكن. يعني الصاله كيولي فيها واحد الهدوء، واحد الصمت ما نعاودش لكم. تماك عرفت نورا بالله هذيك هي الفرصه ديالهم باش يهربوا. داكشي اللي داروا جمعوا الدوزان تاعهم الماتيريال وما يقصدوا الدروج، هربوا في حالهم. اللحظه اللي خرجوا تلاقى مع واحد السيد كان غادي في الطريق، وقفوه بغا يهضروا معاه باش يحاول يشرح لهم اشنو كان واقع في هذيك الدار
عاودوا له القصه كامله. قال لهم بان هذا الدار اللي خرجتوا دابا منها نتوما هي واحد الدار اللي كانت مهجوره تقريبا سنين، ومعروف بانها كيطراو فيها شي حوايج اللي ماشي طبيعيين. فهذيك اللحظه نيت اللي داروا هما بيشوفوا الفيلا لقاوها فعلا الناس هي خربه، يعني داكشي اللي شافوه في الاول من حطوا رجليهم في الفيلا ما كاينش، لقاو هي خربه مهجوره، الظلام فيها ما كاين لا طوموبيلات لا ضيوف لا والو. تما فين كانت الصدمه الكبرى، وعرفوا راسهم فعلا بانهم تعرض عليهم او جاتهم دعوه من طرف جن باش يخدموا في هذاك العرس. وكانت هذه القصه، وقلت لكم هذه القصه هذه راه قصه معروفه. الا دخلتوا دابا اليوتيوب وقلبتوا على الدقاقه نوره غادي تلقاو التفاصيل ديال القصه كاملين، وهذا الشيء اللي كاين.